السلام عليكم. انا ادم. الا كنتي شاب وكتحاول تحقق طموحاتك ولا حتى ما عرفتش منين تبدا فهاد الفيديو ليك. اليوم غادي نهضروا على موضوع مهم اللي هو كيفاش تخطط لحياتك وتحقق اهدافك. التخطيط هو اول خطوه نحو النجاح وخصك تبدا اليوم باش تبني مستقبل اللي كتحلم به. التخطيط مهم بزاف لانه كيخليك توصل لاهدافك بشكل اسرع واكثر فاعليه. بلا تخطيط كيبقى كلشي فوضى وكتحس انك ضايع ما بين الافكار والمشاريع. اما الا خطيتي خطه واضحه غادي تكون عندك رؤيه كامله داكشي اللي باغي توصل ليه وكيفاش غادي توصل ليه. التخطيط كيعاونك تركز على الاهداف الكبرى ويخليك تكون مستعد لاي تحدي في الطريق. اول حاجه هي تحدد اهدافك بوضوح. شنو بغيتي تحقق في المستقبل؟ واش بغيتي تكمل قرايتك؟ واش بغيتي تبدا مشروع الخاص بك؟ حاول تكتب الاهداف بطريقه واضحه وتكون واقعيه. الاهداف الكبيره كتكون صعيبه ولكن ملي كتقسم الاهداف صغيره كتولي سهله. مثلا الا بغيتي تقص 50 كيلو، فاش كتكون 50 كيلو كتجيك صعيبه، ولكن كتبدا تنقص فيها. مثلا كتقول غادي نقص 2 كيلو في كل شهر، ديك الساعه كتجيك سهله. وهكذا خذ وقتك وقرر شحال تاع الوقت غادي تخصص لكل هدف، وحتى واخا تكون واقعيه لانجاز كل خطوه. هادشي غادي يعاونك بزاف تبقى مركز وتعرف شنو دير في كل لحظه. خلي عندك عاده تراجع خطتك من وقت لاخر وتقول في راسك شنو اللي تحقق، واش كاينه شي حاجه خصنا نعدلها. وهذا المراجعه غادي تخليك دائما في المسار الصحيح. من الطبيعي تواجه تحديات في مسار التخطيط ديالك، ولكن المهم هو كيفاش تتعامل مع التحديات. التأجيل خصك تعلم كيفاش تغلب على التسويف، تقسم المهام الكبيره لمهام صغيره وتبدا بالاسهل. اما الارتباك حط واحد الخطه تكون واضحه، وفاش تحس بالارتباك راجع لنفسك وعاود راجع ديك الخطه وراجع الاهداف ديالك. التخطيط هو مفتاح النجاح، وباش تبدا الطريق تاعك نحو تحقيق اهداف خصك تكون عندك واحد الخطه اللي واضحه. تبع الخطوات اللي شرحتها لك وبالتاكيد غادي توصل لداكشي اللي كتحلم بيه. إلا لقيتي الفيديو مفيد شاركه مع اصدقاء تاعك يقدروا يحتاجوه، ودير لايك وشارك معايا اهدافك. شكرا لكم ونشوفكم في الفيديو الجاي. كان معكم ادم. سلام.